شهد سعيد هتمثل مصر في الأولمبياد بالرغم من إيذائها لزميلتها جنة عليوة. فتعالوا نعرف ايه الحكايه. الموضوع بدأ لما شهد وجنة كانوا في سباق دراجات لبطولة الجمهورية، وشهد راحت زقة جنة عشان تكسب بالمركز الثالث وتفوز بالمسابقة. وبعد ما جنة وقعت وودوها المستشفى اكتشفوا ان جالها فقدان ذاكرة مؤقت وكمان كسر في الكتف. لكن طبعا اهلها ما سكتوش على اللي حصل وقدموا بلاغ للنائب العام بيتهموا فيه شهد ان هي حاولت تنهي حياة بنتهم عن عمد. ولما تم استدعاء شهد نفت كل الكلام دوت وتم اخلاء سبيلها. لكن بعد التحقيقات اللي عملها الاتحاد المصري للدراجات ثبت فعلا ان شهد وقعت جنة عن عمد وتم وقفها من اللعب لمدة سنة من ابريل اللي فات. لكن الحقيقة في حاجة غريبة حصلت، ان من ضمن الناس اللي هتروح الاولمبياد وتلعب هي شهد سعيد اللي المفروض موقوفة بسبب الموقف دوت. وطبعا الناس اتضايقت جدا لان هي عملت الموقف دوت وهي هنا، فهتعمل ايه لما تطلع بره وتمثل مصر؟ لكن رئيس الاتحاد المصري طلع وقال ان شهد فعلا اتوقفت محليا، لكن السباقات الدولية